السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي متابعي قناه سوبر هاتريك، وحشتونا جدا واهلا بكم في حلقه جديده. على تعادل المنتخب المغربي مع المنتخب الكرواتي في اولى مبارياته في كاس العالم، تعالوا نشوف تصريحات لوكا مودريتش لاعب الوسط للمنتخب الكرواتي وهو بيتحسر على نفسه ان هم ما كسبوش المباراه النهارده. وكمان نشوف تصريحات لاعبي منتخب المغرب ونشوف الظلم اللي تعرض ليه المنتخب المغربي النهارده بعد انتهاء المباراه، وكمان الظلم تعرض له كمان في المباراه نفسها. فيلا بينا كده نتكلم على كل الحاجات اللي احنا قلناها دي ونشوف تصريحات ناس كتيره جدا على المنتخب المغربي وتعادلوا النهارده الثمين جدا امام المنتخب الكرواتي. رغم ان هو تعادل ولكن كبير جدا جدا انك تتعادل مع وصيف عالم وانك تبدا مشوارك في كاس العالم في اول مباراه ليك بنقطه، حاجه كبيره جدا. فانزل حط اللايك الجميل بتاعك واعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لوكا النهارده مودريتش بيقول لك ان دايما اول مباراه في كاس العالم بتكون صعبه، واحنا ما قدرناش ان احنا نخلق فرص كتير عشان نسجل منها، وحصلنا على نقطه شيء جيد، وعندنا مباراتين في المجموعه واحنا بنتمنى ان احنا نحقق هدفنا ونتاهل. لكن اعتقد ان احنا يعني نستحق نتيجه افضل بعد الاداء ده. لكن المنتخب المغرب منتخب قوي جدا وما اداناش اي فرصه ان احنا نسجل، ولا ادانا فرصه حتى ان احنا ناخد نفسنا في المباراه. امال انت فاكر بتلاعب مين يا معلم؟ ده انت بتلاعب منتخب المغرب، ده انت بتلاعب العرب، ده انت بتلاعب منتخب العرب كله بيسانده. انت مفكر نفسك جاي تهزر هنا؟ نشوف بقى تصريحات يوسف النصيري. قال طبعا يوسف النصيري ان احنا عندنا منتخب قادر ان هو يوصل في حته بعيده جدا في كاس العالم والشعب كله معانا. قال كمان ان احنا كنا ند بند وان شاء الله المباريات الجايه نفوز. وقال نشكر الجماهير اللي ساندتنا ووقفت معانا ودعمتنا لاخر نفس واخر دقيقه. وقال ان هي مباراه كانت صعبه، والمهم من المباراه ان احنا ما استقبلناش اهداف وما اتكتبش لنا ان احنا نسجل النهارده. عبد الصمد الزلولي لاعب المنتخب المغربي ايضا بيقول لك احنا لعبنا مباراه عظيمه النهارده امام كرواتيا. مدرب المغرب بقى وليد الركراكي بيقول لك من المؤسف ان احنا ما استغلناش الفرصه اللي احنا اخدناها النهارده في مباراه كرواتيا، واحنا لازلنا في السباق من اجل التاهل. ومنتخب كرواتيا من افضل المنتخبات في كاس العالم وعندهم مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، لكننا احنا لعبنا بروح قتاليه النهارده، واحنا سعداء جدا جدا بهذه النتيجه وبقدم التهنئه طبعا لجميع اللاعبين. لكن بصراحه هو بيقول لك ان احنا ما استغلناش المباراه الكرواتيا، وبيقول لك ان احنا ادينا كرواتيا اكتر من حجمها ونزلنا عملنا حسابها اكتر من اللازم. هو حرفيا فعلا ادى عمل حساب كرواتيا اكتر من اللازم. لو كان استغل المباراه، لو كان حفز لعيبته وكان قال لهم احنا روحنا اكتر واحنا اقوى من كرواتيا واقوى من العالم كله، كان يبقى في نتيجه احسن من كده. لكن نتيجه بنقطه ثمينه امام وصيف عالم اعتقد ان هي نتيجه كبيره جدا. الظلم اللي اتعرض ليه منتخب النهارده المغربي ان افضل لاعب في المباراه كلها هو على فكره اشرف حكيمي، لكن ازاي اخذ افضل لاعب لوكا مودريتش ما اعرفش. ظلم واضح وظلم فادح من الاتحاد الدولي طبعا ومن المسؤولين على تقييم اللاعب، ولكن اعتقد ان هم فعليا ظلموا الحكيم ان اشرف حكيمي النهارده لانه يستحق افضل لاعب واخد تقييم عالي جدا من الصحف العالميه والمواقع العلميه المسؤوله عن الاحصائيات. هو اشرف حكيمي افضل لاعب في مباراه كرواتيا والمغرب، لكن طبعا عشان يجاملوا لوكا مودريتش ادوا له افضل لاعب في المباراه واخد جائزه راجل المباراه ما اعرفش ازاي. تعالوا بقى نشوف ماذا قالت الصحف العالميه طبعا على اداء وتعادل المنتخب المغربي امام كرواتيا. اول حاجه طبعا الصحيفه او الصحافه المغربيه 360 قالت ان الاسود حققوا النهارده انتصار كبير ونقطه ايجابيه امام المنتخب الكرواتي في بدايه المنشار المونديالي. واشارت طبعا الصحافه ان اسود الاطلس قدموا اداء جيد وقتالي. اما صحيفه سبورت قالت ان ظهور مثالي من المنتخبات العربيه الافريقيه النهارده في كاس العالم وعمل ارتباك كبير في بدايه المونديال قطر 2022. قالت ان في اخر ربع ساعه المنتخب الكرواتي سيطر على الكوره طبعا، ولكن ما قدرش يعمل حاجه امام دفاعات المنتخب المغربي القوي جدا النهارده. وعلى فكره انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا. لوكا مودريتش النهارده قال لك ان المنتخب المغربي منتخب مخادع وصعب جدا، وقال ما تزعلوش مني انا تخطيت حد يعني ولكن المنتخب المغربي عمل النهارده موضوع صعب جدا امامنا، وان هدفنا هنا ان احنا نتخطى المجموعه ونتاهل لكاس العالم، نتاهل قصدي لمشوارنا في كاس العالم من المجموعات. يعني المنتخب بصراحه النهارده المغربي تعرض لظلم فادح في المباريات النهارده، وكان يستحق ركله جزاء بصراحه النهارده، كانت تغير شكل المباراه خالص. اللحظه طبعا اللي اتضرب فيها كده او يعني عرقل فيها دفاع منتخب كرواتيا اللاعب حكيم زياش، لكن الحكم لا راح للفار ولا اتكلم ولا اي حاجه. اعتقد ان لو اتحسب ركله جزاء كان النهارده يقدر يخرج المنتخب المغربي ب3 نقاط غاليين جدا في كاس العالم، ولكن ان شاء الله تتعوض الفتره اللي جايه. اتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم في المونديال قطر 2022. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى اكون كنت ضيف خفيف عليكم خلال الفيديو الصغير ده. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. نهاركم ابيض ونهاركم سعيد والسلام عليكم.